كتاب القوة أو 48 قانون للقوة لكاتبه روبرت جرين مش كتاب أخلاقي ولا كتاب تنمية بشرية لطيف. ده كتاب بيكشف إزاي البشر بيفكروا لما السلطة والمصلحة تدخل في الصورة. القانون التاني يعتبر من أخطر القوانين في الكتاب كله. نص القانون: لا تثق في صديقك أكثر من اللازم وتعلم كيف تستخدم عدوك. قانون شكله قاسي بس واقعي جدا. روبرت جرين بيقولك الصديق غالبا بيحس انه مضمون، ممكن يحسدك، ممكن يقارن نفسه بيك او يفتكر انه له حق عندك. لكن العدو عارف انه تحت الاختبار، عارف ان اي غلطة هتضيع عليه الفرصة. فعشان كده لو عملت معاهدة صلح مع عدوك ممكن تستغل ده كويس، لان عدوك عايز يثبت لك ان هو انسان كويس مش وحش قوي زي ما انت كنت متخيل. ممكن يكون عايز يثبت لك انه يقدر يفتح صفحة جديدة معاك. والكتاب ادى مثال الاول قاسي جدا عن امبراطور اسمه مايكل الثالث. كان في الدولة البيزنطية وامبراطور ليها، وكان له صديق طفولة اسمه باسيليوس. هو في الواقع مش صديق طفولة بالظبط. هو اللي حصل ان الامبراطور لما كان شاب صغير في السن كده راح الاسطبل، وباسيليوس ده كان مجرد عامل في الاسطبل. هوب جت خيل جامح كان هيأذي الامبراطور، فباسيليوس انقذ الامبراطور. وكرد للجميل مايكل خلى باسيليوس ده قائد الاول ورئيس الاسطبل الملكي. وبعد ما بقى رئيس الاسطبل الملكي التقارب بينهم زاد، وفضل رتبه ومراتبه تزيد لحد ما ملك او الامبراطورة الصراحة والدة مايكل الثالث عمل عليها انقلاب ونفاها، وجه بقى هو الامبراطور. وساعتها باسيليوس نفوذه زاد اكتر واكتر واكتر، وبدافع الصداقة وبضغط الصداقة بقى يطلب من مايكل الامبراطور: اديني الحتة الفلانية، اديني المنصب الفلاني، مرتبي مش كفاية ضعفهولي وكمان ضعفهولي، لحد ما قال له خليني ابقى قائد الجيش، وخلاه قائد الجيش. عشان الامبراطور مايكل الثالث المسكين يصحى في يوم في سريره يلاقي الحرس والجيش محوطين بيه عشان يقبضوا عليه، وباسيليوس عايز او انقلب عليه واخد منصبه. مش عايز اقولك ان الامر انتهى ان باسيليوس اعدم صديق عمره الامبراطور السابق وبقى هو الامبراطور. قصة قاسية يمكن، ولكن نتيجة ان الامبراطور مايكل افتكر ان اصدقائه الناس اللي بيحبهم هيبقوا حضن له وسط صعوبة الزمان وغدره، لكن غدر الصحاب يظهر كان اقوى. قصة تانية بين وزير خارجية نابليون بونابرت ووزير داخليته. الشخصين دولت تريلان وزير الخارجية وفوشي وزير الداخلية كان بينهم مشاكل جامة، حتى ان فوشي كان مرة حاول يغتال وزير الخارجية. وزير خارجية نابليون اكتشف ان نابليون بدأ يفكر بره المنطق، بدأ يبقى خطر على نفسه وعلى فرنسا وعلى الدولة وعلى كل حاجة. قرر انه لازم يخطط التخلص من نابليون. مش لسبب، هو بيحب فرنسا وشايف ان الراجل ده اصبح خطر على فرنسا مش عارف امتى يوقف. يقوم يخطط مع مين؟ مع النبلاء اصحابه ومعارفه؟ لا، فوشيه عدو الامس. فوشيه اللي حاول يختلك في يوم، ايوه، لانه قال ان فوشيه دوت لما انا اعمل تعهد وصلح معاه كل واحد فينا هيحاول يثبت للتاني ان هو مش كان وحش كده، انه كان حلو. فالاتنين اتحدوا عشان خاطر مصلحة فرنسا، وقاموا يعني تحضير مؤامرة لإيه؟ عشان يعزلوا نابليون. وبالفعل تآمرهم على نابليون نجح، وعزلوا نابليون وأنقذوا فرنسا من المصير اللي كان ممكن نابليون يوديها ليه. نابليون لو كان استمر كان ممكن يدمر فرنسا زي ما هتلر مثلا دمر ألمانيا. كانوا بيحبوا البلد، بيشتغلوا من أجل مصلحة البلد. بالتالي روبرت جرين عايز يأكد عليك ويقول لك إن أعدائك ممكن يكونوا منجم ذهب، مش لازم يكونوا دايما هم سبب ضرر وسبب أذى ليك. خلي بالك روبرت جرين برضو مش بيقولك خون اصحابك ولا اكره الناس، هو بس بيقولك ما تخليش العاطفة تعميك وانت بتوزن الثقة. مش كل صديق يعني امان، ومش كل عدو يعني خطر. في الشغل ممكن زميل كان ينافسك يبقى احسن واحد يعتمد عليه. في البيزنس ممكن شريك قديم كان مختلف معاك يبقى اوفى من صديق مقرب. الفكرة ببساطة القوة محتاجة وعي،
مش طيبة زيادة عن اللزوم. الكاتب روبرت جرين عنده عادة انه في اخر كل قانون يقول لك عكس القانون ايه. طب يا عم روبرت، تقدر تقول لنا عكس القانون ده ايه؟ مع الاسف روبرت جرين عكس القانون ده قاسي جدا، وانا بصراحة ان كنت شايف ان كل اللي فات ممكن انه ابص له بعين الاعتبار، الجزء ده انا عندي تحفظ شخصي عليه. عكس القانون بيقولك انت ممكن تستخدم صديقك في حالة ان انت عايز تعمل شيء ما مش عايز بصماتك تيجي عليه. مثلا انت عايز تعمل حاجة غير اخلاقية، وبدل ما تعملها في نفسك تعملها بايدك فتتحط تحت طائلة القانون. بسبب كده استغل حب صديقك له ودبسك انه دبسه ان هو اللي يعمل العمل ده، شيء غير اخلاقي بالمرة. ولما يكتشف تخلص منه ككبش فدا. تخيل سيادتك الامبراطور وعايز تعمل عمل غير اخلاقي، مثلا تهرب مثلا سلاح لدولة مثلا فيها قتال او حاجة غير اخلاقية، فتجيب مثلا شخص من الناس اللي بتثق فيهم، محافظ عندك، وزير عندك، وتقول له اعمل الموضوع ده. طب لو اتقفش عادي قدمه للعداله وقول انا ما قلتلوش اعمل كده وهو اللي شخص فاسد، وعشان كده احنا تخلصنا منه وانا ايديا بيضه ونقيه وشخص فاسد اتخلصت منه كبش فدا. انا بصراحه مش موافق على الجزئيه دي، لان انا مقتنع بنظريه الكارما ان الانسان بيزرعه هيحصده. فزي ما اذيت شخص بدون ذنب هتتاذي انت فانا متحافظ على الجزء ده من القانون. اتمنى تكون استمتعت واستفدت من الحلقه بتاعت النهارده. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي الكتاب اللي ان شاء الله انا ناوي اخلصه كله قانون قانون. الحلقه اللي فاتت عملنا القانون الاول، النهارده التاني، وهنكمل مع بعض لحد ما نخلص ال 48 قانون. اشوفك الحلقه الجايه على خير وسلام.